إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل حققت ثورة 25 من يناير كل أهدافها؟ حققت أهداف كثيرة جدا جدا، طبعا أهداف بصدق عمرنا ما كنا نحلم بها. ثورة جميلة ومباركة، ودايما بقول إن يعني ثورة يعني عايز أقول إيه، يعني كان الفضل الأكبر والأعظم فيها لله سبحانه وتعالى. وهناك أسباب كما تفضل إخواني في الحديث عن هذه المسألة. هناك أسباب طبعا الشباب الطاهر اللي نزل، وثم كوادر الشعب كلها لما نزلت. لكن في النهاية كان من الممكن إن الرئيس السابق يقول طب أنا مش هتنحى، ويعمل زي ما بيحصل في ليبيا الآن أو في سوريا أو اليمن، وكانت تبقى مطحنة في دماء الشعب المصري. الحمد لله الذي عافانا من هذا، فضل من ربنا سبحانه وتعالى كبير، والله لا ننسى، نسجد لله شكرا على هذا الفضل، إن هذا الرجل تنحى في هذا الوقت، وإن حقن دماء شباب المسلمين والشعب المصري كافة سواء مسلم أو نصراني. على ذكر هذا الكلام نحن نوجه رسالة شكر إلى الجيش المصري طبعا لا ننساه، طبعا حمى هذه الثورة ولم طبعا يفعل مثل جيوش أخرى في الجيش بلاد المصري. أخرى. والله يا أستاذ الشريف الجيش المصري اللهم لك الحمد، ربنا أكرمنا بجيش مصري، يعني الحمد لله، نعمة من ربنا، نعمة من ربنا. الجيش المصري سرته على خير أجناد الأرض، خير أجناد الأرض، سرته على مدى السنين الطويلة، مش في الثورة بس، قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة. الواحد شاف مشاهد في الميدان كنا بنشوفها ولو حتى عبر التلفاز، والله تبكيك. منظر الرجل العقيد اللي واقف عمال بيمسح الدماء اللي نازله من بعض الشباب من على جبهته، واللي ماسك طفل صغير. أثرت فيك هذه المشاهد؟ طبعا أثرت جدا جدا، ما أنسى هذه المشاهد أبدا. طبعا بتأثر في نفس الإنسان جدا، ومنظره هو بيقدم الطعام لبعض الناس، أو هو قاعد بياكل مع بعض الناس، وواقفين بيصلوا مع ميدان التحرير كان مصر كما تحب أن تراها. كان الأسرة المصرية تحس إنها كانت متدفية في ميدان التحرير، تحس إن كان في دفى، جو من الدفى. طبعا يعني بعد الثورة بقول في يعني أهداف كتيرة اتحققت، طبعا لسه في أهداف تانية لسه ما اتحققتش. بنتمنى ان ربنا يكرمنا، وان البلد تمر من هذه الأزمة اللي بتمر بها الآن. كيف ترى مستقبل البلاد بعد ثورة 25 من يناير؟ أرى مستقبل جميل ومشرق إن شاء الله.